السلام عليكم يا اساطير. قبل كل حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. المهم ندخل في الموضوع على طول وبدون تطويل كتير كالعاده. انت عارف تعمل ايه قبل ما نبدا الفيديو؟ حاجه بسيطه بتدعمني بيها جدا، انزل حط لايك للفيديو لان ده بيساعد اخوك جدا على انتشار الفيديو، وتشترك لو عايز تشوفني تاني. وبينا بقى على جزئنا النهارده. وبعد ما وقفنا الجزء اللي فات عند شو وجيانج واستعدادهم انهم يدخلوا الانقاض اللي على وشك انها تفتح جديد، وكمان استعداد شو انه يعمل تجاره رابحه من الانقاض دي زي المره اللي فاتت، بنبدا جزءنا النهارده بجيانج وهو بيسال شو انت كنت بتبص على ايد ورقبه كل واحد في المكان ومش مهتم بيه انه يكون قوي ولا لا، انت ناوي النهارده تبيع لهم الاسلحه زي المره اللي فاتت؟ فبيقول له شو بعدها الاغنياء اللي زيك كده مش عندهم مشكله في الفلوس، مش زي الناس اللي ممكن تعيط لمجرد انها كلت كباب وشربت شويه لبن، اما بقى الاغنياء اللي زيك كده ممكن يعيطوا في الينابيع الساخنه، او ممكن في قصر مليان بالخضره، او ممكن في الطائره، او ممكن على اليخت مثلا. بص، هم الاغنياء لو حابين يعيطوا فهيعيطوا في اي مكان عايزينه. وساعتها جيانج بيعرض عليه انه يشتغل مع عيلته، لكن كان متردد انه يقول له كده من زمان لانه ممكن يزعل منه، لكن على عكس ما كان مفكر تماما. شو بينهض في ثانيه وبيقول له ايه يا عم، انت مكسوف من ايه؟ ما تخافش، مش هزعل منك، انت بس قول لي هنبدا امتى. بس بالمناسبه، هي عائلتك وصلت ازاي لمنظمه السماء والارض؟ وازاي اساسا رئيس المنظمه تنجن وافق على كده؟ فبيقول له جيانج بعدها مش بس عائلتي اللي وصلت ليهم، دي معظم العائلات الغنيه تريد الوصول للمنظمه واختيار المواهب من بينهم، لان معظم العائلات الغنيه مش بتتبع الفوائد السريعه، بل كلهم بيجروا ورا الفوائد اللي بتجيب لهم نتائج تجاريه مستقبليا، بمعنى ان كل واحد بيجري ورا مصلحته. ومن بين اعضاء المنظمه الشخص الاصعب في التعامل معاه منهم لي شياو. اتخضيت زيك كده بالضبط، لكنهم في الحقيقه كانوا مفكرينه غبي، لكنه على العكس تماما. ساعتها بيفكر شو في سو، لان اكيد عائله غنيه ضمتها ليهم لانها وحش في صقل طاقتها، وكمان اكملت الصقل المزدوج. فبيقول له جانج بعدها لا، لانها زيك بالضبط مكرسه نفسها للتدريبات فقط. بيقطعهم بعدها زوان وبيقول لهم ايه يا عم الكلام الكبير ده، يلا يا عم انت وهو عشان ناكل بلاش هري. فبيقول له شو بعدها ايه ده خامس مره تجيب فيها اكل. فبيقول له طالما في اكل ليه ما ناكلش؟ لكن غين بيقف بعدها وهو متردد بعد اللي قالوه ده، هل يبطل اكل عشان ما يتريقوش عليه هو كمان، ولا يكمل اكل لانه لسه جعان اساسا؟ بس هما بيبصوا عليه كلهم، حتى زوان اللي بياكل من ساعتها. بيقطع زو بعدها رساله بمعلومات حوالين كل واحد من فرقته، واولهم هو جاو اللي واجه تجار مخدرات وقتل 4 منهم، وكان ما بينهم مسلحين، وده لانه من ابناء عائله قتل اساسا. والتاني هو جيانج اللي قتل 6 جنود هياكل عظميه في الانقاض. اما شو بقى فهو كان مصيبه انقاض الهياكل العظميه الوحيد اللي تم الترويج ليه من قبل المنظمه الحكوميه، منظمه السماء والارض، لانه لوحده فقط قتل 17 هيكل عظمي، وقدر انه يبيع الاسلحه للطلاب اللي كان معاه، وبسببه قدروا انهم ينجوا من الانقاض. وهنا زو بيفهم السبب الحقيقي لشو لما كان بيبص على اعناق وايادي كل واحد موجود هنا. وساعتها لما سأل شو عن السبب كان قال ليه هتفهم لما ندخل الانقاض، بس هو فهم فعلا من دلوقتي. ساعتها بيقول لشو بص يا اخي، دي ساعه تقدر ب80,000 ومعايا ساعات افضل في البيت. بيطلع بعدها شو مع اخته قدام البحيره كالعاده، وبيلاقوا هناك العجوزه شين بيلي. ساعتها بياخد اخته وبيمشي لانه سمع عن العجوز ده ان درجه حرارته سيئه واحسن انه ما يتورطش مع واحد من المستوى بيه. لكن العجوز بيوقفه وبيقول له انت رايح فين؟ انت مفكر نفسك هتعرف تمشي تاني؟ وبعدها بيقول للعجوز انت بقى تلميذ العجوز ليه وانت اللي علمته يتكلم بوقاحه كده. بيبص له بعدها بنيه قتل مرعبه وبيقول له ما اشوفكش بتعلمه هراء من ده تاني. ساعتها شو بيكون عملها على نفسه لان من قوه نيه القتل بتاعه العجوز ده الطار وقع من وراه، لكن فجاه كده بيقرب منه وبيقول له ايه رايك لما تكون تلميذي انا؟ ساعتها بينصدم شو وبعدها بيقول له لا مش عايز. فبيروح للشاو وبيعرض عليها هي كمان، فبتقول له لا. المره دي بينصدم فعلا لان الحقيقه هو عايز شاو تكون تلمسته هو مش شو. وبعدها بياخد شو اخته وبيمشي بما ان مفيش حاجه تانية يقولها، لكن العجوز بيقول له انت ممكن تعرف تحميها من الحكومه لكن مش هتقدر تخدعني لان اختك ايقظت قوتها لانها مختلفه عن الاخرين تماما. ساعتها شو بيقف من الصدمه ومن معرفه العجوز بايقاظ قوتها، وساعتها بيعرف ان مفيش مفر انه يقول له على الحقيقه. فبيقول له بعدها اختي بطله خارقه من المستوى دي. ساعتها حرفيا العجوز بينصدم تماما لان مفيش حد عملها قبل كده، وعلى الرغم ان في اطفال في سنها تم ايقاظ قوتهم لكن مش بالقوه دي، وعشان كده مش هيضيع الفرصه دي من ايده. وبيجري عليها بعدها وبيقول لها لو قبلت انك تكون تلمستي هتكون الاقوى واقوى كمان مستيقظه بلا منازع. فبتقول له لا مش عايزه. فبيعرض عليها تاني اداه روحيه ومجانيه كمان. فبتقول
فبتقول له لا يا عم مش عايزه. وفي نفس الوقت ده بتكون الطيور عماله بتقع بسبب نيه العجوز وهالته الكبيره. بيقول لها بعدها انت ليه مش عايزه تكوني تلمستي؟ فبتقول له بعدها لان في واحد قال عليك ان حرارتك سيئه. فبيقول له مين اللي قال عليا كده؟ قولي لي بس على اسمه وانا همسحه من على وش الارض. ساعتها بيعتزوه ومفكر نفسه عنده برد، بس ده لانه هو اللي كان قايل ليها. وفجاه كده بتتجمد البحيره قدامهم وبتتفعل الانقاض اخيرا. بيلم العجوز تشين بعدها كامل الطلاب وبيقول لهم انهم يتبعوه لما يدخلوا الانقاض. بيجي بعدها زول اكول وبيقول له بعدها وهو بيلوح بالساعه لو اتقابلنا في الداخل. فبيقطعوا شو بيقول له خلاص يا عم فهمتك، بس انت ليه مش مبطل اكل من ساعه ما شفتك؟ فبينصدم وبيقول له عشان لو اكلت حلو مش هجوع لمده 15 يوم. وطبعا ده في الانقاض. ساعتها شياو بتسخر منه هي كمان فبيلف عشان يوبخها. فبيفاجئوا العجوز بعدها تشين وبيقف قدامه بيقول له اهدى انت رايح فين؟ اعرف حدودك كويس عشان ما تهزقكش هي كمان اكتر من كده. فبيتاسف له في لحظه واحده، لكن الشياو ما بتسيبوش في حاله وبترجع له بتهزقه تاني. وشوف الوقت ده قاعد بيلم نقاط منه كتير. ومن بعدها بتبدا رحلتهم لداخل الانقاض الجديده. وبالنسبه لشياو فهي بتكون فرحانه جدا لانها ولاول مره هتقاتل مع شو، لانه دايما كان بيسيبها ويعمل كل حاجه لوحده. بيدخل شو بعدها للانقاض وبسبب الدخان الكثيف بيفترقوا عن بعضهم. وبيلاحظ ان الموجود معاه حاليا هم الابطال من مقاطعه تشينج. في نفس الوقت ده ناموسه بتحاول تقرص شو في رقبته، لكن ابرتها بتفشل انها تخترق جلد شو. وساعتها شو بيكسب منها نقاط هي كمان. حتى الحشرات مش سايبها في حالها، وبما ان مفيش حاجه يكسب منها نقاط بيجري وراها عشان تقرصه تاني ويكسب منها نقاط احسن من مفيش خالص. بيخبط بعدها شو في طالب اخر واللي اسمه تشياني من المرحله الاولى من المستوى دي، والمفترض انه اعلى واحد هنا. بعدها بيقول لهم لازم ندعم بعضنا البعض ونتجنب اننا نمشي في الاماكن بلا هدف. ايه رايكم بقى ان اكون القائد للمجموعه دي؟ ساعتها شو بيوافق على طول، وبيوافق كمان بالنيابه عن الجميع. وده لان شو ما يعرفش حاجه لسه عن الانقاض الجديده اللي دخلها دي، فبالطريقه دي هيقدر يجمع المعلومات الكافيه قبل ما يعمل حاجه. بعدها بيسالهم تشياني دلوقتي محتاجين مسار نمشي فيه، مين عنده اقتراح؟ بيرفع واحد منهم وبيقول له نتتبع الشمس، لكن للاسف الشمس عموديه ومش ظاهره اساسا. فبيقول له شو خلاص نتبع القمر. وبيلم منهم نقاط كبيره جدا لان على الرغم من انهم في منفى الا انهم مش شايفين اساسا الشمس. بيلف قائدهم وبيحاول يتكلم بعدها ويوصل لخطه. فبيقطعوا شو بعدها وبيقول له ايه رايك نتسلق الاشجار ونكتشف المكان؟ فبينصدموا وبيقولوا له بعدها الفكره حلوه، امال ليه ما قلتهاش من الاول؟ اطلع بقى وشوف المكان. فبيقول له بعدها ممكن يكون في خطر فوق، هتعمل ايه بقى وانت القائد؟ ساعتها بتظهر الشكوك بينهم وبين القائد. بيضحك بعدها شو عليهم وبيقول لهم ايه يا عم انا كنت بهزر معاك، انا اللي هطلع ما تخافش. بيطلع شو بعدها على الشجره بسرعه، وطبعا دي مش خوفا على مشاعرهم بل لانه عايز يجمع فلوس ومعلومات وكمان عايز يلاقي اخته شياو باسرع وقت. فجاه كده بيهجم عليه ثعبان شرس، لكن على مين؟ شو بيمسكه وبيضحك في وشه كانه ماسك لعبه وبيكسر سنته وبيرميه على اللي تحت. بيكمل طريقه بعدها لاعلى الشجره، لكنه بيقف فجاه وبيزعق بصوت عالي. وساعتها اللي تحت بيسالوه في ايه وايه اللي انت شايفه عندك؟ فبيقول لهم ايه ده الغابه مليانه بالشجر يا جدعان، الواد ده والله هيموتني ناقص عمر. بيقف بعدها شو على القمه وبيستشعر وجود طاقه كبيره في منتصف الانقاض، لكن استشعاره من المكان ده ضعيف جدا ولازم يقترب اكتر منها. وفجاه تاني كده بيهجم عليه طائر من وراه، لكن شو بيتفاداه وبيطلع بعدها سيف الطائر وبيهجم بيها عليه. الطائر بيحاول يتفاداه لكن للاسف السيف بينغرس في التوته، وحتى اللي تحت سمعوا صريخ الطائر ده. في الوقت ده شو بيفكر انه لو حصد نقاط اكتر من الانقاض المره دي هيرتقي مستواه للنجمه السابعه. بيطلع ليه بعدها زميله القائد عشان يعرف هو ليه اتاخر كده وبيعمل ايه فوق. فبيقف له شو بعدها وبيقول له اصل المنظر من هنا جميل. بينزل شو بعدها وبيضرب الشجره، ولما ما بيلاقيش منها استجابه للمشاعر السلبيه بيعرف ان الاشجار دي مختلفه وفي حاجه غريبه. في نفس الوقت ده تشياني بيشرح لهم خطه في الاستمرار في الطريق عشان يلاقوا مصدر للمياه، لكن شو بيقاطعهم وبيقول لهم اعتقد ان الاشجار دي فيها حاجه مش طبيعيه ومن الافضل اننا نلاقي مساحه مفتوحه عن الاشجار دي. بيقفوا بعدها كلهم مستغربين شو وهو بيتكلم عن شجره، ومن بعدها بيضحكوا عليه كلهم. فبيقول لهم شو بعدها خلاص براحتكم، انا حذرتكم وانتوا براحتكم. ومن بعدها بيكملوا طريقهم عادي لمكان موجود فيه مياه، وبعد مده بيوصلوا لمكان مفتوح وساعتها بيفرحوا جدا وبيكملوا طريقهم. لكن شو بيوقفهم وبيقول لهم انا اقترح اننا نخيم هنا النهارده لان دي اخر مره هحذركم فيها ان الاشجار دي مختلفه تماما عن اللي شفناها من شويه، لان تحتها موجود عظام حيوانات ميته. وما تخلوش الانطباع الاول ليكم عني ياثر على حكمكم عليا، لاني بتكلم بجد المره دي فعلا. لكنهم مش بيسمعوا ليه وبيكملوا طريقهم عادي. وفي الليل بيكون شو مجهز نفسه بالكامل وعامل حسابه على التخييم، لكنه بيخاف على اشياء
شياو جدا، وبيفكر بعدها انها ممكن تكون جعانه في الوقت ده، لكن فجاه كده بيكسب نقاط كتيره جدا من حيوانات مختلفه، وده لان شياو مطلعه عين ابوهم وبتجري وراهم هي والظل اللي معاها. وساعتها شو بيرجع في كلامه تاني وبيخاف على الحيوانات اللي حواليها مش عليها هي، وحتى هو بتظهر له حيوانات مختلفه وبتعدي من جنبه عادي جدا وبتروح تستريح جنبه في امان الله مع بعضهم. لكن طبعا الحاج شو العفريت ما بيسيبهمش في حالهم، بينزل فوقهم ضرب كلهم وبيطلع الرمح بعدها وبيدي الخنزير ضربه على ظهره وبيطيره بعيد، وساعتها الحيوانات كلها بتجري قدامه بعد ما انطحنوا من الضرب. بنرجع بعدها للقائد اللي ما بيسمعش الكلام. بعد شويه بيوصلوا لمكان مليان بالكرات المضيئه والباهره، وفعلا بينبهروا بيها وبيفرحوا بجمال المنظر جدا. لكن فجاه كده بتظهر جذور اشجار من العدم وبتهجم على تشياني وبتخترق رجله، لكن تشيان بعدها بيكون قوي وفعلا بيقدر يتصدى ليهم، وساعتها بيفتكر كلام شولي. بعدها بيسمع صوت اشخاص بالقرب منهم وبيتعرضوا لنفس الجذور هم كمان، وفي لحظات بيكونوا راحوا ليهم واللي بيكون المعلم بتاعهم، ولما بيروح عشان ينقذوا بينحصروا كلهم في نفس الوقت. ساعتها المعلم بيسأله انت عارف طريقة نطلع بيها من هنا؟ فبيقطعوا بعدها طلاب تانيين وبيقولوا له عارفين طريقة تانية بس للأسف تخلينا عنها احسن عشان تبقوا تسمعوا كلامه. ومن بعدها بيقول له تشيان بالنسبة للمكان اللي احنا كنا فيه فهو بعيد من هنا تقريبا نص ساعة. ومن بعدها بينطلقوا بسرعة لمكان شو، وفي نفس الوقت ده بيكون شو لسه بيجري ورا الحيوانات اللي هم المفروض اساسا تكون حيوانات برية وخطيرة. بيقف فجأة لانه بيكسب نقاط من الطلاب اللي كانوا معاه من شوية، فبيبص للحيوانات وبيقول لهم اوعوا تتحركوا من مكانكم. ومن بعدها بيتراجع شو لانه كده بيكسب منهم نقاط حتى وهو ساكت، وساعتها الحيوانات بتستحمل وبتنام جنبه ليوم واحد فقط. لكن شو بيلاحظ فجأة كده ان النقاط من الحيوانات دي بدأت تقل، فبيقوم ليهم تاني وبنظرة مرعبة منه بيقول لهم ما سمعتوش قبل كده عن شخص اسمه دكتور اسنان؟ بيوصل بعدها الطلاب لعند شو بس بينصدموا اكتر من صدمتهم بالجذور اللي كانت بتهجم عليهم من شوية، لانه بيعامل الحيوانات البرية المتوحشة اللي المفروض ان هي مفترسة كأنهم مرضى. بيروح بعدها يسأله هو انت بتعمل ايه؟ فبيقول له بعالج الحيوانات دي من تسوس الاسنان. ساعتها بينصدموا حرفيا من الوحش الموجود معاهم ده. بيسألوا بعدها المعلم بتاعهم هو انت عبقري فصل الابطال الخارقين؟ فبيقول له بعدها شو بص يا عم عشان نختصر على بعض، انا مش من مدينة تشيانشو، انا كنت مسافر بالصدفة وكمان بالصدفة لقيت الانقاض دي فدخلتها عشان اتسلى مش اكتر. بينصدموا بعدها الطلاب كلهم منه تاني، وساعتها شو بياخد منهم نقاط اكتر واكتر. بعدها الكل بيقعد مع شو وكمان بيعتذروا ليه لانهم ما سمعوش كلامه من الاول. فبيقول له شو بعدها مش محتاج تعتذر لانك انت اللي اتهجم عليك مش انا. وساعتها ممكن تشياو حرفيا دماغه تكون انفجرت من شو. بيقرب من المعلم وبيقول له ما تيجي نقتل الحيوانات دي لانها خطر. فبيبتسم له بخبث كده وبيقول له لازم تتخطاني الاول لو عايز تقتلهم. فبيساله طيب لو هجموا علينا في الليل؟ بيبص بعدها شو للحيوانات وبيقول لهم هل فعلا ممكن تعملوا اللي قالوا عليه ده؟ ساعتها الحيوانات بيقولوا له وربنا ما نقدر. بعدها بيكمل شو بيقول لهم انا هكمل الطريق لوحدي لان في حاجات مهمه جدا لازم اعملها، واقترح انكم تلتقوا باشخاص تانيين في اقرب وقت ممكن. فبيزعلوا المعلم وبيقول له لوحدك ازاي؟ هنعمل ايه لو واجهنا خطر؟ قصدي لو واجهك خطر. لكن شو بيعمل كده لانه عايز يلاقي اخته باسرع وقت بدل ما تغضب عليه وتقتل كل حيوانات الغابه، وكمان يجمع نقاط من خلع اسنان الوحوش زي النهارده بالضبط. وفي اليوم اللي بعده بنشوف جيانج قبض على المهرجه بشعر احمر نيابه عن المنظمه. بنروح بعدها للمعلم بعد ما صحي وما بيلاقيش شو جنبه لانه غدر بالفعل لوحده. بيقف بعدها وبيلاقي واحد عايز يغسل سنانه بميه معدنيه، فبيزعله وبيقول له انت مجنون؟ عايز تموتني ناقص عمر؟ انت بتغسل سنانك بازازه الميه اللي معانا. لكن فجاه كده بيقطعوا صوت حيوانات بريه لكنها مش نفس اللي شو طحنهم امبارح، وكمان اقوى منهم كمان لان شياو هي اللي بتروضهم وكمان راكبه على ملك الخنازير البريه. بتسالهم بعدها عن ولد وسيم وطويل وابتسامته غريبه واسمه لوشو. فبيقول لها المعلم وهو في كامل صدمته مشي من هنا الصبح. ساعتها بتقول للخنزير اللي راكبه عليه يلا يا خنزير بيب بيب وربنا هتموتني ناقص عمر هي كمان. بتقف بعدها شياو في مكان في الغابه وبعدها بتشفق على حياه الحيوانات، وفعلا الحيوانات دي محتاجه الشفقه لكن من حد تاني غيرها لانها قبل ما تيجي لهنا كانت الحيوانات دي معززه مكرمه في الغابه بتاعتهم. فجاه كده بتفرح شياو لان القطه البريه عرفت مكان شو، وساعتها بتنطلق شياو مره تانية لمكان شو وهي متحمسه انها توري شو قوتها الجديده لانها قدرت تتحكم في 9 حيوانات وتروضهم كمان. بتقف شياو بعدها بكل حماس لكن الشخص اللي لقوه طلع البدين زو، وساعتها شياو عايزه تضربه وبتقول له انت بتعمل ايه هنا يا عم انت؟ في نفس الوقت ده شو مش مبطل تخليع سنان الحيوانات الباقيه من اخته في الغابه، لكن فجاه كده بتجيله كميه نقاط كبيره من اخته وزوان مع بعض، وبيعرف بعدها انهم اتقابلوا مع بعض دلوقتي. بيسمع صوت بعدها من اشخاص بيتحركوا جنبه وساعتها شو
بياخدها فرصة وبيقول في نفسه صحابي حبايب قلبي، بيعمل صوت بعدها عشان يرعبهم، وبيطلع بعدها يرعبهم اكتر وبيقول لهم اوعوا تطلقوا النار انا شو. لكن ابو نضارة بينصدم منه لانه مش مصاب، وحتى وهو بيتحرك لوحده وبيسأله انت جاي منين، فيقول له من سلالة تانجا في الشرق، وساعتها بياخد منه نقاط بالكوم لانه اساسا ملهاش دعوة بالقصة. وفجأة كده شو بيستشعر وجود جاسوس ما بينهم بيشك فيه المعلم التاني ده بعدها، وبيسأله بعدها انا بقول لك انت ليه لوحدك وكمان مش مصاب، فبيقول له شو بعدها وبيألف اي حاجة وبيقول له لان كنت مع المعلم جاو وارتحنا في مكان خالي من الاشجار، وعشان كده الجذور ما هجمتش علينا، والصبح كنت عايز اروح الحمام ولما رحت انفصلنا عن بعضنا. ساعتها المعلم ابو نضارة بيصدق كلامه فعلا وبيقول له بعدها ده جاو ده حبيب قلبي وانا اسمي وانج. وساعتها شو بيقول له اوعدك ان مش هنفصل عنكم مرة تانية، وفي الحقيقة ده لانه عايز يكتشف الجواسيس اللي معاهم في المجموعة، لكن لعند دلوقتي شو مش عارف يخدعهم ازاي او باي طريقة. في الوقت ده المعلمين كان بيتكلموا عن الاشخاص اللي اقتحموا الاطلال اللي فاتت، وساعتها كان بيخفوا نفسهم بين الطلاب، لكن المرة دي الاشخاص او الجواسيس هيكونوا اقوى بكثير، ولو دارت معركة ما بينهم هتكون شرسة جدا، لكن شو بيعصبهم وبيصفر جنبهم. ساعتها المعلمة بتقرب من المعلم اللي جنبها وبتقول له اكيد تركوه لوحده عشان هو غريب الاطوار، لكن شو بيكون لازق فيهم وسامعهم، وفجأة بيبص لهم وبيقول لهم فين مكان جيش الطريق الثامن، وده عشان يختبر الجواسيس اللي بينهم ويكشفهم. وفعلا بيلاقي واحد منهم لكنه مش هيقدر يعمل له حاجة دلوقتي، فبيقول لهم بعدها كنت بضحك معاكم بس عشان الجو العام بس وكده، ومن بعدها بيسيبهم وبيطلع يجري من قدامهم. حرفيا انا ما فهمتش اي حاجة من اللي عملها، والاكتر انه هيشلني فعلا على اخر القصة. بنروح بعدها لفريق من المرتزقة على وشك انهم يدخلوا المصفوفة او الاطلال، ورغم انهم عارفين ان العجوز تشين موجود هناك الا انهم مش بيتراجعوا لانهم 7 من الرتبة سي ومفكرين انهم هيفوزوا عليه. لكن اول ما بينزلوا من المركب اللي هم عاملينه ده بيلاقوا تنجن في وشهم، بيقول لهم بعدها لسه مش قادرين تفهموا ان اللي بيدخل الحاجز ده بدون اذن هيكون مصيره الموت. ومن بعدها مباشرة بيهجم عليهم بدون تردد وبيجدع على اول 2 منهم بسهولة جدا. بيحاول الباقي يهجم عليه لكن بدون اي فايدة، تنجن بيقطع هجومهم بسيفه وبيرعبهم كلهم بقوته المرعبة، وساعتها بيلفوا وبيجروا قدامه، لكن تنجن مش سايبهم وبيدور الضرب فيهم والقضاء عليهم كلهم. بيقف تنجن بعدها بكل هدوء وهو بيتفرج على كل اجسادهم اللي قطعهم، وبيقول لهم بعدها لازم تفهموا ان الدخول سهل لكن الخروج مش سهل في وجودي. وهنا كل الطلاب بيتكلموا على الطالب اللي تقريبا كده عنده مشكلة في عقله اللي هو شو، لكن فجأة بيقابلهم ثعبان سام في وشهم فبيترعبوا منه. في اللحظة دي شو بيجي من وراهم وبيمسكه وبيقلع سنانه قدامهم، ومن بعدها بيسمع حد بيطلب المساعدة من فهد قدامهم. في لحظة بيكون وراهم تاني بأقصى سرعته وبينط على الفهد اللي بيترعب وبيستعيذ منه، ومن بعدها بسرعة الصاروخ بيتحرك في المكان بالكامل وبيخلع كل سنان الحيوانات البرية. الحيوانات بتحذر بعضهم من الشيطان اللي ظهر لهم فجأة، والأغرب إنه بيخلع سنانهم بس. وفي الليل شو بيكون جمع 320 ألف نقطة من مبادلة الأسنان، وبكده هيقدر ينهي النجمة السابعة للطابق الثاني من السديم. وبيفكر كمان في المكافأة اللي هياخدها بعد ما يعمل كده، لأن المرة اللي فاتت النظام أعطاله الخنجر القصير، وفعلا بيكون الخنجر هو السلاح الوحيد اللي معاه ضد أصحاب الرتبة العالية. بيعطيله النظام بعدها سيف تاني والقصير كمان. بعدها بيقاطعوا المعلم وبيقول لهم اللي عايز يروح الحمام دلوقتي يروح، عشان في الليل الكل هيكون مستعد للقتال لأن مفيش حطب كافي للكل. وساعتها الجاسوس بينتهز الفرصة وبيجري بسرعة للغابة وبيقف عند شجرة كبيرة الكل بيمشي من جنبها، وبيكتب عليها رسالة لأعوانه، رسالة مشفرة. لكن لسوء حظه شو بيرعبه بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له كنت عايز اعرف ملمس الشجرة واجرب السيف عليها. فبيقول له شو طيب انا عايز اجرب انا كمان. وساعتها الجاسوس بيوافق لان بعد ما شو يدور وشه للشجرة هيقضي عليه بالسيف بتاعه. لكن شو بيقول له انت كنت بتستخدم السيف من شوية، ازاي هجرب وانا مش معايا سيف؟ فبيعطيله بعدها الجاسوس السيف بتاعه بحسن نية، وساعتها شو بيستخدم السيف بتاعه وبيشخبط على الكتاب اللي كان كاتبها على الشجرة، وبيقول له بعدها ايه ده؟ الشجرة طلعت قوية جدا. بينفجر الجاسوس حرفيا وبيكون عايز يعيط من شو وبيقول له اديني السيف بتاعي، لكن شو مش بيعطيه له بالسهل كده، ولما بيجي ياخده منه بيمسكوا شو تاني وما بيسيبهوش ليه، ولما الجاسوس بيشده بقوة شو بيسيبه بيوقعه على ظهره. بيسيبه بعدها الجاسوس وبيمشي وهو بيتوعده ان هيقتله، بس اليوم ده يعدي على خير. وبس كده ان شاء الله يكون الفيديو ده عدى على خير. وحاجة أخيرة، ما تنساش تدعي لأهلك وحبايبك في فلسطين. وبس كده لهنا أقدر أقول لكم لهنا نكون وصلنا نهاية جزءنا للنهاردة، وشكرا لكم جدا لو وصلتم لعندي هنا. وقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تخدم عظمتك بالصلاة على النبي، وتنزل تدينا تعليق عظيم زيك، وتدعمنا باللايك الجميل بتاعك، وتشترك لو حابب تشوفنا تاني. واشوفك في جزء جديد على خير ان شاء الله. and peace.
止めるなよイタチ。沈め